رأيك إيه؟ هو إيه أفضل استثمار دلوقتي؟ ناس بتقول الدهب، وناس تانية بتقول الدولار، وناس تالتة بتقول لا لا لأ، مفيش غير العقار. وأنت قولي رأيك إيه في التعليقات؟ إيه أحسن استثمار دلوقتي ممكن أنت تستثمر فيه؟ وقبل ما أقولك هو إيه أحسن استثمار من وجهة نظري، خلينا في الأول نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واعمل لايك وشير وشاركني في الأجر والثواب. وقبل ما أقولك هو إيه أفضل استثمار، قولي هو أنت تعرف يعني إيه استثمار؟ استثمار يعني انك تزرع وتجني ثمار زراعتك دي. طب ايه اكتر حاجة لو انا زرعتها دلوقتي اجني منها ثمار كتيرة؟ عارف ايه؟ الاستثمار مع الله. دي مش فلسفة ولا كلام فض مجالس، دي الحقيقة. قولي هو مين اللي قادر يشيل من علينا الغمة؟ مين اللي قادر يزود لنا اموالنا وارزاقنا عشان نواجه الغلا ده؟ مش ربنا؟ طب مين اللي خزقنا وملأه ولا تنفذ ابدا؟ مش ربنا؟ طب مين اللي وعدنا وقال لنا رزقكم في السماء وما توعدون؟ مش ربنا؟ طب مين الرزاق الوهاب الكريم؟ مش ربنا؟ طب لما تتاجر بقى اختار صح. اخترت تتاجر مع مين؟ وايه السلعة اللي لما تتاجر انت فيها مش بس ترجع لك اضعاف مضاعفة، لا لا لا، اسمع وانت تعرف هترجع لك قد ايه. يقول المولى عز وجل في آياته الكريمة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. أيوة، هي دي الحبة اللي انت هتستثمر فيها. طب ايه الثمار اللي انت هتجنيها من زراعتك دي؟ اسمع: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يعني الحبة اللي أنا زرعتها هحصد منها 7 أضعاف. لا لا لا، ما تستعجلش، اسمع: فكل سنبلة 100 حبة. ياه، يعني 7 سنابل في كل واحدة منهم 100 حبة. يعني نزرع حبة واحدة يطلع لي 700 حبة. لا لا لا، مش بس كده، ربنا بيقول لك والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يا ربنا على عطاء الله اللي ملوش حدود. صدقت ان ردي ده ما كانش فلسفة؟ صدقت ان الانفاق والصدقة هي احسن استثمار ممكن انت تستثمر فيه الفترة الصعبة دي؟ التجارة مع الله يا جماعة، التجارة مع الله هتشوف خيرها في الدنيا وفي الآخرة. طب قولي هو انت بتستثمر عشان مين؟ مش عشان ولادك؟ مش عشان تطمن عليهم وعلى مستقبلهم؟ خليني اقولك ان الاحسن انك تستثمر في ولادك، مش تستثمر لولادك. ربيهم كويس، علمهم الاخلاق، علي يقينهم في الله عز وجل، خليهم يشوفوك بعينيهم وانت مش خايف من الفقر، خليهم يشوفوك وانت بتنفق مما اعطاك الله، وانت كمان برضو بتسعى وبتجتهد وبتاخد بالاسباب وبتشتري وبتبيع. بس في نفس الوقت انت بتستثمر مع الله عز وجل، مش خايف لا من فقر ولا من غلا. شيل الغشاوة اللي حطها لك الشيطان على قلبك عشان يعميك عن الحقيقة. اسمع رب العزة بيقول لك ايه في آياته الكريمة: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. مصدق؟ مصدق ان تجارتك مع ربنا استحالة انها تبور ولا لسه مش مصدق؟ جماعة فوق، مين الرزاق؟ مين المعطي؟ انا ما بقولكش ما تفكرش في المستقبل ولا تخطط له، لا لا لا، فكر واسعى واجتهد. بس ما ينفعش ان يكون في ناس بتموت من الجوع حوالينا واحنا قاعدين نفكر احنا نكنس فلوسنا ازاي. لازم يكون للناس الغلابة دي نصيب من مالنا. فوق يا جماعة. الشيطان يخوفكم ويعدكم الفقر، لكن الله يعدكم مغفرة ورحمة ونور وبركة ورزق وفير. محدش فينا هياخد حاجة من اللي بيحوشها معاه. اقف مع نفسك لحظة واحدة، شوف الناس اللي فرقتنا اخدوا ايه معاهم. مش هتلاقيهم اخدوا ولا حاجة. فاتقوا الله وانفقوا مما رزقكم الله واسعوا في الارض واجتهدوا، ومفيش مشكلة. بس قبل ده كله كمان ارمي توكالك وحمولك على الذي لا يغفل ولا ينام. وبالله عليكم اللي يقدر يساعد حد في اليومين الصعبين دول يساعد وما يترددش لحظة واحدة. اوعى تقول يا عالم بكرة مخبين ايه. ما تخافش من بكرة، اصنع الخير وما تخافش من بكرة ابدا. اوعى يكون عندك قلة يقين وثقة في الله. جرب تطلع صدقة وانت مخلص النية وانت الدنيا ضيقة عليك، وانت هتشوف ساعتها ربنا هيرزقك قصادها اضعاف مضاعفة ازاي. والله لا هتدهشك عطايا ربنا سبحانه وتعالى ليك، وده عن تجربة. مفيش أصدق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: ما نقصت صدقة من مال. روح دور على الناس اللي ربنا قال عنهم يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. الناس دي يا جماعة نفسها عزيزة قوي وهتفضل عايشة طول عمرها. لو هتموت من الجوع مش هتنطق، لا هتسأل ولا هتطلب.
الناس دي ظروفها صعبة ومحتاجة اللي يدور عليها. أنفق عشان ربنا ينفق عليك. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى أنت استفدت من الفيديو، فيا ريت تشاركني في التعليقات وتقولي نويت تستثمر في إيه، واعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك وتشاركني كمان في الأجر والثواب. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل ما هو جديد. بحبكم في الله. هدية محمود.